ما فائدة أن تحبني كثيرا ولا تفهمني، تفتقدني ولا تبحث عني، أن أكون ضمن أشيائك ولا أكون أهمها. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يلا قبل ما نبدأ الحلقة ال26 من رواية أحببت مجنونة الموسم الثاني، لو أول مرة تشوفونا معاكم أم جنى وزينة، روحوا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ويلا عايشوا معانا مع أحلى القصص والروايات. يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. جنات صحيت لقت فهد حاطط ايده على راسها وماسك المصحف ونايم وهو قاعد جنبها. جنات ابتسمت وقامت. فهد، فهد فوق. فهد فاق وبصلها. صباح الخير. صباحه. شكرا. فهد ضم حواجبه. على ايه؟ على انك فضلت جنبي. فهد ابتسم. العفو. تليفون جنات رن. جنات بصت. يا نهار اسوح، ده فارس. اهدي، عادي جدا، ردي وافتحي السبيكر. الو، ازيك يا استاذ فارس؟ الحمد لله، وانتي؟ الحمد لله دايما بخير يا رب. في حاجة؟ لا، انا جيت الفيلا ما لقيتكيش هنا. جنات تنحت وبصت لفهد. فهد بهمس. تعبانة جدا وجالي هبوط، مش هقدر اجي اليومين دول. تعبانة جدا وجالي هبوط، مش هقدر اجي اليومين دول. اه، ما انا عرفت من سيادة الرائد اخدك بس ما قدرتش اجي. سوري، الف سلامة عليكي. طيب لو كده انت اخر الاسبوع طبعا خطوبتك، فبعد الخطوبة بقى نبقى نبدأ الشغل، تمام؟ وان شاء الله نتقابل يوم الخطوبة. الف مبروك. الله يسلمك، تمام بإذن الله. باي. باي. جنات قفلت وبصت لفهد. فاضل 3 ايام على الخطوبة. عادي، وفيها ايه؟ بس انا شاكك انهم هيبدأوا تسليم يوم الخطوبة، عشان كده اتكلم وانا واقفة. بالظبط، وكمان اكيد عارفين اليوم ده هنبقى مشغولين. طب هتعمل ايه؟ مش عارف. قومي انت يلا خد العلاج بتاعك. علاج ايه؟ الدكتور امبارح كتبلك علاج تاخديه اول ما تصحي وبعدها تفطري. يلا اهو امسكي. لا لا، انا مش بحب الادويه. بنت اختي قاعده معايا، امسكي يلا. اخدت منه جنات وفهد اداها الميه شربته وقامت. جنات. امم فهد بتحذير. ابلعي العلاج. جنات تنحت وبلعت. انت عرفتي ازاي؟ فهد ضحك. واضحه قوي. يلا اغسلي وشك وانا اروح اوضتي اخد دش. حاضر. بعد وقت كلهم نزلوا تحت. محمد بضحك. بابا. وغمز. ايه؟ هقوم اهزقك يا مهزأ انت. امل بضحك. طالع لامه. محمد بضحك. في ايه يا تيتا، انتي قرشه ملحتي كده ليه؟ نور بضحك. بس يالا هتجيب لنا التهزيق، اسكت. ماما. ايه؟ كنت عايزك تيجي معايا النهارده اشتري حاجات. خد جويريه معاك، انا مش فاضيه. جويريه ادم. لا مش هروح معاه، انا هنزل مع البنات نشتري حاجات للخطوبه. ساره سندس. صحيح، ده انا كنت لسه هسأل هنجيب امتى. جانا مازن. ايه رأيكم بعد ما ناكل نروح نجيب؟ امال فين محمود؟ راح الشركة يا عمي عشان في اوراق عايزة تتمضي بسرعة. ربنا يقويه. طب ايه طيب؟ طيب ما البنات والشباب يتجمعوا ويروحوا مع بعض. جانا بفرح. محمد هتيجي؟ محمد بصلها وابتسم. اكيد. نور ضحكت. طب يلا افطروا، وانت يا انس كلم الصبيان وانزلوا. وبعدين أنس كلم يونس بن أحمد وأخوه زياد وحمزة بن عز ويوسف بن مجدي، والبنات برضه اتجمعت ونزلوا كلهم مع بعض. وفهد كان حارس جنات، وفهد كمان استغل والبنات بتختار الفساتين بتاعتها. كلم يونس ويوسف في موضوع جنات، وكلهم استغربوا وازاي هيتصرفوا لو طلع فعلا الكلام ده صح. اما البنات خلصوا كلموا الشباب، والشباب كانوا في الوقت ده بيختاروا البدل بتاعتهم، وبعدها كلهم قعدوا في مطعم بياكلوا. اياد ياسين. صحيح انتوا هتكتبوا الكتاب ولا خطوبة بس؟ معتصم ياسين اخوه الكبير. مش عارف. ملك سيف. وانت مالك؟ معتصم ياسين. بس يا بت. محمد بضحك وهمس لمعتصم. اقول لها. معتصم ضحك. وربنا اللي مصبرني عليك اختك. منا ياسين. لا، احنا خطوبة بس. طب وربنا لا يكون كاتب كتاب. منا ضحكت. ايه البرود ده؟ يونس احمد. خطوبة وكاتب كتاب، انا كلمت جده. ده ليه ده مازن؟ بس انت ما قلتليش. يونس احمد. وانت مالك، انا عايز كده. جنات بنت عبد الرحمن بلعت رئة.
لا لا، احنا خطوبة بس مش اكتر من كده. فهد ابن ادم بصلها وسكت. جواريه ادم بضحك. مالك يا جوجو، انت رجعتي في كلامك ولا ايه؟ ها، لا بس احنا متفقين على كده. يونس ابن احمد ضحك. ربنا يسعدكم. الف مبروك يا جماعة، عقبالي بقى. حمزة بن عز بص لمكة وهمس. عقبالنا. مكة عبد الرحمن وشها احمر جامد. بس بقى. جانا مازن. محمد انت بدلتك لونها ايه؟ سودا. وانتي فستانك ايه؟ جانا فرح. بجد انا كمان فستاني اسود. محمد ابتسم. قشطة، هنبقى زي بعض. ولعب في شعرها. ما فردتهوش ليه؟ هعمل مفاجأة يوم الخطوبة. قشطة. محمد ضحك. قشطة. سارة بنت سندس ماسكة التليفون وساكتة. يوسف ابن مجدي. بتعملي ايه؟ سارة ابتسمت. بلعب عادي. ينفع العب معاكي؟ سارة بحماس. قشطة. وبدأوا يلعبوا مع بعض. أنس ابن سيف بص لقى جوارية بنت آدم قاعدة بتضحك مع إياد ابن ياسين. جز على أسنانه. أنس بضيق. جويرية عايزك. ليه؟ شغل جوز صاحبتك. تمام. وقامت وراحت لأنس. أنس شدها من ايديها وبعدوا عنهم. انت مش هتحترمي نفسك بقى؟ ايه؟ انت عبيط؟ ولا بقولك ايه، احترم نفسي ايه؟ انت جايبني على خشبة المسرح وانا برقص؟ ما تظبط الكلام يا أنس. ما ده اللي ناقص عشان ادفنك بالحياة. جوارية مسكته من ياقة التيشيرت. بقولك ايه، انا دماغي رايقة وفرحانة، احترم نفسك بقى عشان ما قلش منك، مش عاوزة نكد. انس مسك ايديها وضغط عليها جامد. وربنا انا لو مديت ايدي عليكي مش هسيب فيكي حتة سليمة. دي هبة منك على الاخر. واوعى يجي بدل قسما بربي اصوت والم عليك الناس. في نفس الوقت واحدة بتعدي وبصت لأنس وقالت بدلع. واو أنيس. جويرية بصت على الصوت المسهوك. أنيس؟ انت مش اسمك أنس عادي؟ أنس بص. فري. أنس، واو بجد مبسوطة اني شوفتك. وبعد الجويرية وحضنته. جويرية متنحة وكانت حاسة بنار بتغلي جواها بس مبينة عكس ده. ايه ده؟ أنس حضنها. وانتي والله عاملة ايه؟ جوارية بصت لأنس بلا مبالاة. فيري بسته من خده. بخير يا روحي، بجد مبسوطة قوي. وبصت على جوارية. مين دي؟ طبيعي انا شجرة، فاضل الليمون اجيب لكم. ايه؟ دي بنت خالي ادم، دي فيري شريكتي. عارفاها، نظافة ريحة توفير بس مش باين عليكم النظافة. انس ضحك. ايه؟ مش فاهمة. مش انتي كيس الصابون؟ عموما يلا عشان اخواتنا قاعدين. روحي انتي، انا كنت عايزة انس. اشبعي بيه يا اختي. وجاية تمشي. انس مسك ايديها. استني. وبصت الفري. معلش بعد اذنك مش فاضي. شكلك وحش. ومشيت معاه. مش عيب اللي انتي عملتيه ده؟ عيب عليك انت يا بتاع البنات. وايه فري دي انا مش بتاع حد وانتي عارفة. بقولك ايه، انا مش فاهمة انت عمال تزعقلي ليه؟ شكلك اهبل ولا متخلف؟ ما تتلمي ياض انت. انس بعصبية. فعلا متخلف عشان حبيتك. جوارية بصت له وتنحت. ايه؟ ولا حاجة، يلا. لا استنى، انت قلت ايه؟ مفيش ويلا قدامي. لما انت مش قدها قلتها ليه؟ لا قدها وما تعصبنيش اكتر من كده. طب قول قلت ايه؟ بحبك مش عارف ازاي رغم اني مش بطيئك ودايما خاربة كل حاجة. جويرية ضحكت. ماشي يلا. نعم. ايه يلا؟ هو ايه اللي يلا؟ بقولك بحبك، ده ردك؟ جويرية بضحك. اعمل لك ايه يعني؟ ايه الاستفزاز ده؟ وبتضحكي ليه؟ ما قلتش نكتة. لا اله الا الله، انت عايز ايه؟ انتي ايه طيب؟ ايه؟ بلاش استفزاز بقولك. جويرية رقصت حواجبها. انت اللي عصبي يا عسل. وسابته ومشيت. نستطيع الاعتراف بكل شيء إلا ثلاثة: الحب والضيق والغيرة. فنحن في تلك الحالات نجيد الصمت لا أكتر. وكده تكون خلصت حلقة النهاردة. فيا ترى جويرية هي كمان بتحبه ولا ده حب من طرف واحد؟ اكتبوا لي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية. ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك. وما تنسوش الشير مع كل أصحابكم. واستنوا الحلقة الجاية قوية وكوميدية جدا جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات أم جنى وزينة. بحبكم قوي. سلام.